ها العار ما تغسلوش وليداتكم في هذا البرد هذا. ها العار بركه من هذا النقا وهذا الوسواس اللي فيكم. الله يجازيكم بخير على الامهات. ما تغسلوش وليداتكم في هذا البرد هذا، راكم كضروهم اكثر ما كتنفعوهم. الله يخليكم. سمحوا لي على هذه الدخله اللي دخلت، ولكن بزاف الحالات اللي كيجيو ديال لي برونشيت ازماتيفورم واللي برونشيت العاديين وداك الحاله اللي يجي فيها البيبي اللي عنده 1 موا 2 موا وكيجي فيه مزير مسكين، حاله ما قادرش مسكين حتى يدافع على راسو، ما قادرش حتى يتنفس، يعني كيكون بيبي عادي كتخرجوا عليه بداك الدوش في هذا الوقت في هذا البرد حتى كيولي مسكين ما قادرش كاع يتنفس، وكتحولوا داك لابرونشيت بحال الازم، كيولي بحال الاعراض ديال الضيقه. الله يجازيكم بخير. ما تغسلوش لوليداتكم. هذا الفيديو هذا راه مستعجل. ما تغسلوش لوليداتكم، حيت بزاف ديال الامهات ملي كيجيو خارجين كيقول لك فوقاش نغسل البيبي ديالي. ما تغسليلوش. كيف ما قلت لكم الغسيل للدراري او الدوش للدراري في هذا الوقت هذا راه كيضرهم اكثر ما كينفعهم. البيبي نقي ما فيه حتى شي حاجه. حتى الا بغيتي ديري له اون طواليت، يمشي الطواليت في هذا البرد هذا شنو كتشدي ما دافي، فويطه رطبه، وكدوزي له كتبداي بالوجه هو الاول، كدوزي على العوينات حيت كيكون فيهم شويه ديال معمشين شي شويه، كدوزي على الوجه كامل، كدوزي فين ما كانت شي داك لي بلي اللي في الذات كلها، كدوزي عندك الطويات ديال الودنين كدوزي عليهم كتصوبيهم، كتقلبي عاوتاني الجهه الاخرى كتصوبي العنيق حتى هو، حيت كيتجمع الحاجه البلاصه اللي فيها لي بلي كامله كتجمع لنا الخمله وكتجمع لنا هذا. دونك خاص ضروري كتبداي من الوجه الاول الودنين، كدوري العنيق تحت البيطان حتى هو كيكون كيجمع الخمله حتى هو، كتهبطي لتحت ما بين الفخذات الطويات ديال الفخذ. دونك هذه هي لا طواليت اللي يمكن لكم ديروا، يعني ما دافي، فويطه رطبه، وكدوزي على الذات كامله. هذه ديريها مره في 3 ايام 4 ايام مزيانه، يعني تنقي البيبي ديالك ما كاين مشكل. واخا هما راهم كيتزادوا نقيقين الحمد لله ما خصهم حتى شي حاجه. دونك وكاين حوايج اخرى عاوتاني كيديهم، كاين الناس الامهات اللي كيديهم الحمام راه حقا نغسلوا في الحمام للداخل، وهذا اكبر خطا هو هذا. الله يجازيكم بخير. بعدوا من وليداتكم ما تغسلوا لهم حتى الكبيبرين شويه، حتى اللي كبيبرين مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين، حاولوا تقلوا الدوش يعني مره في السيمانه مثلا، مره في 10 ايام في هذا البرد، لان كيضرهم بزاف يعني مع هذا الموجه البرد اللي كاينه راه بزاف. يعني اللهم تحاولوا غير تطرفوا لهم وصافي على ما تدوز هذا الموجات البرد، وداك الساعه راه ما عندكم. بالنسبه لي بيبي الصغار في الصيف وي كندوشوا كل نهار ما كاينش مشكل، الدنيا هانيه، الدنيا سخونه ما كيوقع حتى شي حاجه. مي في البرد راه كيجيو حالات والله العظيم الا كيشفيونا، حيت بيبي مسكين المناعه ديالو قليله والقدره زعما ما كيقدرش لا يتنفس لا والو. دابا نخلي لكم الصور ديال عاد كيجي خصو يتوسبيطاليزا، خصو كتزيدوا عليكم حتى المصاريف، يتوسبيطاليزا يديروا مسكين داك لايغوسول اللي كنديروا نيبيليزاسيون حنايا، يعني واحد البخار كنديروه في هذا كل 4 ساعات، كل 6 ساعات، عاد كيجلس واحد اليومين واحد 3 ايام عاد مسكين باش كيتسرحوا له هاد لي برونش ديالو، عاد باش يولي يدير لاباس والدوايات وهذا يعني يمكن لكم تفاداو هادشي كامل. الله يجازيكم بخير. الغسيل ديال الدراري ممنوع في هذا البرد. انا قلت لكم طرفوا لهم مياه دافيه وكافي، ما يمكن زعما ما كاينش الحاجه لانكم تديهم لا الحمام ولا تغسلوهم في الحمام الدار ولا حتى شي حاجه. كنظن الميساج ديالي راه وصل. والله يجازيكم بخير لصحتكم وصحه وليداتكم وصحه جيبكم حتى هي. الله يجازيكم بخير. حاولوا ما امكن تبعوا هذه النصيحه هذه، ومنين يسخن الحال داك الساعه ديروا اللي بغيتوا. ونخليكم على خير والى فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم.